اكتشفت إن في علماء ملحدين أصلًا يعني مسيحيين وفي ملحدين وفي يهود وكده، وحتى قرأت كتاب اسمه الأب الغني والأب الفقير، كتاب ما لوش علاقة بالدين خالص، كتاب ما لوش علاقة بالفلسفة أصلًا، كان كتاب بيتكلم عن المال، فقال لك في جزء من الكتاب في آخر الكتاب، كان فيهم راجل ماشي في الحديقة قابل شخص قاعد كده قدّام شُعلة من النار في جو ساقعة، جو برد، الدنيا بتشتي تلج، قاعد تحت مظلة كده ومولّع نار، وهو حاطط في إيده خشب، حطب، وقاعد مستني وباصص في النار. فصاحب القصة دخل سلِّم عليه وقال له: "قاعد بتعمل إيه كده في الجو البرد ده؟" وقاعد يعني محدَّق اللي هو باصص محدَّق اللي هو باصص في النار، ماسك الحطب كده شايله، قال له: "قاعد مستني كل ما الشُعلة تدّيني دفء أدّي لها حطب، وافتكر يا عزيزي كمان إنه قبل ما تدّي له دفء هو في الأول ولّعها وحَط فيها حطب." يعني هو ادّى أو أعطى عشان ياخُد، ما ينفعش تاخُد من غير ما تدّي، لازم تدّي عشان تاخُد، هي نفس الفكرة. ربنا في حكمته خلّانا نتبرّع، مش نتبرّع بس زكاة عشان يرزقك بعدين أضعاف، أضعاف اللي أنت اتبرّعت بيه، والتجارة مع ربنا والاستثمار مع ربنا ما فيش أنجح منّه، ما بيخسرش، ما بيفشلش، مش هتلاقي البورصة وقعت، لأ، مضمونة يا صاحبي. فأفضل استثمار أنصحك بيه مش الاستثمار في الForex ولا الاستثمار في الدهب ولا الاستثمار في العقارات، أفضل استثمار هو الاستثمار مع ربّك وبس. سلام.